في شتاء عام 72 اقتحم ميلوثر البالغ من العمر 19 عاما منزلا بغرض سرقته، لكنه لم يجد في المنزل سوى صاحبته المسنة ومبلغ $11. فسألها بدهشة: كيف تدفعين فواتيرك؟ فأجابته: بالشيكات. فطلب منها أن تحرر له شيكا بمبلغ $30، ثم قام بتعديله بعد قليل إلى $100. حسنا، اكتبي لي شيك ب$100. ما اسم الشخص الذي تريد تحرير الشيك باسمه؟ وحين سألته المرأة عن اسم الشخص الذي يريد تحرير الشيك باسمه، أجاب واثقا: ميلوثر طبعا. تفضل، سأعود إليك بالليل إن لم أستطع صرف هذا الشيك. حسنا. تم إلقاء القبض على ميلوثر بعدها بساعة. طبيعي يا ميلوثر، طبيعي. تم اتهام أحد الأشخاص بسرقة زوج من الأحذية طويلة الرقبة ماركتسان هيكينج بمقاس 10.5 باهظة الثمن. وفي يوم انعقاد المحاكمة بعد واقعة السرقة ب3 شهور، حضر المتهم للمثول أمام القاضي وقام بإراحة قدميه على منضدة الدفاع، ويا للعجب، وإذا به مرتديا زوجا من الأحذية طويلة الرقبة ماركتسان هيكينج مقاس 10.5. لم يكد القاضي المكلف بالنظر في القضية يصدق نفسه، قائلا: لقد تصورت أني رأيت جميع أصناف المجرمين، ولكن تبين أني لم أرى الصنف الأكثر غباء إلا هذا اليوم. الجنون. ما هذا الغباء يا رجل؟